تتعلم اللغة في بلادك ولا تجي تتعلمها هنا في ألمانيا؟ باهي، المختصر المفيد الفيديو ده مش باش يكون حيادي برشا، باش نعطيكم على رأيي الشخصي بعد ما عشت أكثر من عام في ألمانيا وتجربتي الخاصة باللغة، على خاطرني أنا ما جيتش بالA 2 ولا بالA 1 جيت بالبي 2. دونك باش نعطيكم على التجربة متاعي اون جينيرال، شنو الحاجات اللي نجم نقدمها لكم انتم تستنفعوا بها او ميم طون. اذا كان انتم حايرين يا اخي زعما نقرا اللغه في تونس والا نقرا دوب المينيموم اللي هو الاتسفاي ومن بعد نجي لالمانيا، اما خير. باهي جايز، باش نعطيكم الايجابيات نتاع انك تقرا اللغه في تونس قبل ما تجي لالمانيا، ومن بعد باش نعطيكم السلبيات نتاع الحكايه دي. باهي، اول حاجه واهم حاجه هو حكايه الفلوس. يعني القرايه في تونس باش تكون اكيد جدا ارخص من القرايه في المانيا، وبالنسبه للتيست والتحضير للتيست وكل باش يكون ارخص. معناها كي تجي انت لهنا ايتيديون بكونت بلوكي نقولوا، بيحب لك باش تسجل في